تحياتي محدثكم محمد الشاذلي، وهنا من ملعب الماكس بمحافظة الإسكندرية، الملعب اللي يتسع لحوالي 22,000 متفرج، وإحدى لقاءات الأسبوع ظهر بعيد تماما عن مستواه وغاب في أول لقاءين لأسباب انضباطية. ميدو يعني بيفرض الانضباط على قلعة الدراويش ولاعيب الدراويش. أدي بنزيما تصويبة مش ممكن من صد، يعني في غياب جماهيره، لكن طبعا في الإسماعيلية وجماهير الإسماعيلي يعني لا تعرف سوى الفوز، تحديدا لو كان اللقاء في الإسماعيلية. أدي تصويبة المرمى في عرض المرمى 8 ياردات، ومروان محسن يتأهب. هنشوف مروان والهدف الأول لنازل، والدراويش هم الدراويش. الصامبة تعزف هنا في ملعب الماكس، والاسم رمي التماس من موسى يدان، يخرج على طول القيصر حسني، تنزل مرة تانية لمحمود مبارك، عرضية ما طلعش، عواد خطر عند أحمد صبري، أحمد في البعيدة مش ممكن، عارض يروح للكبيرين اللي أي لاعب يتمنى انضمام ليهم. أدي حسني لعب العرضية مش ممكن، رجب عبد الكافي، يعني زي ما قلنا قلة خبرة في لقطة ضربة الجزاء نشيد بيه رجب عبد الكافي، اتلعبت على القايم القريب وكانت خطيرة جدا اللقطة اللي فاتت دي، رغم إن زميله واقف. لكن الضربة الحرة المباشرة، شيكا وبناهيني، هل هو والله ده شوقي السعيد، بورو ميدلسبرا وويجن والزمالك، يعني مسيرة تطول وتطول للعالمي. اتلعبت على طول لشيكا ومكمل له مروان، لو بص على مروان مش ممكن، هل هنا بناهيني موجود؟ لا، اللي موجود مين؟ والتصويبة والهدف الثاني، ده سعد حسني والله الظهير الايمن مش سجل. ادي شيكابالا وبص شيكابالا، راح مروان محسن ليه دور على فكره في الهدف ده، لانه خد معاه مصطفى جمعه وفضى الطريق على طول لسعد حسني. يعني مش ممكن، فين محمد طارق ابو عز في اللقطه اللي فاتت دي؟ الباك ليفت هنا فين يا جماعه؟ مش ممكن، يعني طه حسني ده الراجل وقف منه لاحمد صبري، احمد وعماد، العرضيه من احمد، لكن فين؟ خلاص كده الكابتن بسيوني غير من خطته، يلعب بثنائي راس حربه، بنزيما وحماده يحيى، سحب واحد من نص الملعب. ادي بنزيما افريقي مميز لنادي الاسماعيلي. ادي بناهيني عدى يا ولد، يلعبها لبهاء، فين التصويب القيصر؟ فين مروان محسن؟ وتصويبه لكن سهله في يد الحارس مباشره لمروان محسن، تلعب على طول من شيكا لحسني. ادي الهجمه السريعه، ايمانويل بناهيني يا ولد، مش ممكن. الكونفدراليه مشاركه هذا الموسم وتفوق على الجوزيه بزيرو، لكن يعني هي فرصه لميدو والصبر على ميدو. وادي مروان هيرقص، مروان اوعى يا رجب يا عبد الكافي، مش ممكن، مروان يحرمه على طول طارق ابو العز، محمد طارق ابو العز يخرج الكره اللي فاتت دي، كان هيبقى هدف جميل لمروان محسن، وكان هيبقى اول هدف ليه بره منطقه الجزاء. وادي الهدف على طول لعماد حمدي، مش ممكن، يعني كانت رجليه مش شايلاه. وادي بقول لحضراتكم يعني في داخل منطقه 18، ادي الكره الاولى وادي الكره الثانيه. بيعمل ايه رقم 11 محمد طارق ابو العز؟ يعني سؤال بقى نسيبه لكباتننا في الاستوديو لانه مغطي التسلل ولا اشترك. وعماد حمدي لوب كده من فوق، هيبقى سلم يا سلام من شيكابالا، فصل من الكعوب لطارق جبران لشيكابالا، لو سابها احمد سمير مش ممكن، لو كان سابها لشيكابالا، وتصويبه من محمد فتحي. احمد سمير لو كان، اذا الصبر يعني، وعدم الحساب بالقطعه هو اللي المفروض ان يتحلى به كل عشاق وجماهير فرق الدوري. ادي تصويبه محمد، يرجع على طول لطارق جبران، ادي طارق جبران احد افضل لاعبي الدوري الممتاز الاجانب، لشيكا ذهب لا يصدأ، شيكابالا من 9 شهر 9 2012، شيكابالا صاب عن التهديد، قدموا شيكابالا. الزملكاويه بيقول لك ده احسن استثمار، الزملكاويه قاعدين يستثمروا في شيكابالا، بيسجل اهدافه ويتألق مع فريق هو فريق شقيق للزملكاويه يرتبط بأواصر. ادي الضربه الحره المباشره، هيلعبها شيكابالا، هنشوف الوقت المحتسب بدل قوم زل الدراويش، هل الدراويش يرحموا عزيزة قوم زل أم تزيد الغلة؟ رجب عبد الكافي يتألق في اللقطة اللي فاتت دي، قدم اليمنى لطارق جبران أحد نجوم اللقاء. طارق جبران لسه بقول هل هيرحمه